نفسك النبي يبوسك من بقك؟ نفسك النبي يجيلك ويقبلك؟ نفسك تشوف النبي بصورة غير اللي الناس بتشوفوا بيها؟ اسمع الفيديو دوت ونشوف ازاي النبي يبوسك من بقك. عايز سيدنا النبي يقبلك في فيك، صلي عليه كل يوم 1000 الصبح و1000 بالليل وجود الصلاة عليه. كان يقول كده لسيدنا أبو المواهب الشاذلي، رأى النبي كده بيقبله في فمه فقال يا رسول الله يعني استحي منه تعمل كده ليه؟ قال أقبل فمن يجود مش يصلي، يجود الصلاة علي 1000 في النهار و1000 في الليل. شفت الفيديو؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. بالله عليك ببساطة كده الأول، هل يعني ترى أنه من الأدب ومن الحياء ومن باب الوقار إن نقول إن النبي جاي يبوسك من بقك؟ هل ورد دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد أصحابه ولو مرة من فمه؟ هل سمعتم عن ذلك أبدا؟ ما هذا الاستخفاف بالعقول؟ ايه الدليل؟ بيقول لك مش عارف مين الشاذلي جاله في المنام وقال له اكثر من الصلاة عليه. يا عم الشيخ انت بتقلل من قدر الصلاة على النبي؟ لا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه تكون شفاعة لك يوم القيامة. بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج عنك الكروب. بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكشف عنك الهموم. بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يغير الله لك أمرا أنت تريده أو تتمناه أو تدعو الله به. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع، الثلث، الثلثان، أجعل لك صلاتي كلها؟ كل مرة لما يقول له الثلث قال وإن زدت فهو خير لك، الثلثان وإن زدت فهو خير لك، أجعل لك صلاتي كلها وقتي كله صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ايه العظمة دي؟ لكن يا جماعة نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله وما نقله وما نقل عنه فيما صح عن ذلك. النبي قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. منطق الكلام ده ايه؟ الناس اللي بتقولك احنا بنكذب للنبي، احنا بنكذب عشان خاطر بنحب النبي، يا جماعة هو النبي يحتاج كذبا حتى يرفع مقامه؟ ربنا سبحانه وتعالى رفع قدره ورفعنا لك ذكرك، مش محتاج اصلا منك ان انت تذكره بالكذب. هذه الترهات وهذا الكذب الذي قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما تستحيون أنكم على النبي صلى الله عليه وسلم تكذبون وتنقلوا عنه أو تقولون ما لا أو ما يعف اللسان عن ذكره؟ تقول للنبي يجي يقبله في المنام؟ لكن أنا أقول لك أن هؤلاء استطاعوا أن يستغلوا البسطاء من الناس أو الذين لا يفهمون في دين الله الكثير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.